اختياركم موجة 90 اف ام. مرحبا زاد وشكرا للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على الباج فيسبوك ماندرا اف ام او تسمعنا على www.mandra.fm.com. برنامج اللمة وناس يتواصل معكم حتى لل6 متاع العشية. بعد شوية يلتحقوا بنا ناس اللمة. توا ماشيين مع تليفون لممثل تجربته متنوعة بين المسرح بين السينما بين التلفزة. بدا في المسرح بمسرحية حنبال سنة 1993 ومن وقتها تتواصل التجربة إلى العديد من الأعمال المسرحية اللي قدم فيها أدوار مختلفة. كذلك شارك في العديد من الأعمال التلفزية من أبرزها خلينا نقول على قليلة بالنسبة للمشاهدين سيبتي العزيزة وغيرها من الأعمال التلفزية، بالإضافة إلى العديد من الأفلام شارك فيها الممثل المتميز ديما بالإطلالة متاعه رمزي سليم. في الحقيقة تقريبا منذ أسبوع أو أقل شوية الفنان رمزي سليم يهبط تدوينة على الفيسبوك يقول فيها أنه يشتغل في مهنة أخرى هي مهنة شريفة وما عندنا ما نقولوا فيها، ولكن شنو يخلي اليوم الفنان رمزي سليم والفنان يخلي مكان العمل متاعه الطبيعي اللي هو الركح اللي هو عدسات الكاميرا ويكون موجود في مكان آخر ويشتغل في مكان آخر. معنا عبر الهاتف الفنان ونكون سعيد برشا لما يكون معايا عبر الهاتف لأنه في الحقيقة هو صديق عزيز جدا وبيناتنا برشا ذكريات جميلة وإنسان يعني مهذب جدا وإنسان محلاه. وأنا سعيد بأني في وقت ما تعرفت على فنان كما رمزي سليم. رمزي مرحبا. حبيب قلبي محمد أمين. أنا عندي علاقتي بك إنسانية وفنية جميلة جدا وشرفني أني نكون معك بالحصة بتاعك في راديو ماندرا وتحية للمستمعين واللي يسمعوا فينا نشكر. تحية ليك زيادة وشكرا ليك على قبولك الدعوة. ومن المفروض نحكيو توا على أعمال مسرحية، نحكيو على عروض، نحكيو على أعمال في التلفزة، نحكيو على أدوار في السينما، ولكن للأسف حاجة فرضت نفسها أن نبدأ نحكيو معاك رمزي على تدوينة أنت كنت نزلتها على صفحتك الرسمية وقلت فيها أني مشيت أو اضطريت. هو توضيح. هو توضيح. وضح زيد وضح لنا قلنا شنو فيها التدوينة ووضح لنا رمزي. التدوينة ما فيها انه معناها للاسف دانيالمون معناها خاصة ما بعد الكورونا وأعي ما أقول معناها انه الظروف الساحة الثقافية تضعضعت أمورها على الآخر. دونك ونحن وانا صاحب شركة وكثرة تداولت الديون ونلقى روحي في وضعية معناها حقيقة صعيبة شوية ماديا ومعنويا، خاصة انت متزوج وعندك عائلة. خدمة اخرى ولا اللي شرفني نخدم خدمة اخرى واي خدمة باش نجم نخدمها معناها انه خاصة انا متزوج عندي كذا اطفال راهو يشرفني نخدم اي خدمة. صحيح. صار بوليميك انه انا فما شكون معناها من الميدان او شافوني انا خاطر انا عمري ما صرحت لي انا راني نخدم في خدمة اخرى خلاف الميدان بتاعنا. ولكن هي شنو هي الخدمة الاخرى رمزي باش نفهموا؟ حمال في مرشي. هي هذا عمل يعني خدمة شريفة معناتها. الحمد لله ما شافونيش معناها لا نبيع في مخدرات لا شافوني في وضعيه مخلل الاخلاق قال الراجل. ما ديجا قلت هذه في تدوينتي انا نخدم على خاطر متزوج وعندي عائله ولازمني نتحمل مسؤوليه لازمني نتحمل مسؤوليه دي الكل. صحيح. معناها مش قاعد صحيح. ولو انه هو ربما الناس رمزي وانت ممثل معروف معناتها وعندك في رصيدك العديد. تشهرت الحكايه على خاطرني معروف تلفزيا او جماهيريا. صحيح. يعرفوني العباد هذاك علاش يمكن يقولوا رمزي. انا فقط نحاول نفهم الناس اللي استغربت شويه يقولوا انه مكانك الطبيعي هو الركح، مكانك الطبيعي هي فضائيات التصوير، مكانك الطبيعي هي في اذاعه. هذا المكان الطبيعي للفنان، ولكن انت تقول انه فما معناتها ظروف ما معناتها ردتك مضطر على انك تخدم حمال اللي هي مهنه شريفه. راهو نحييو الناس الكل اللي تخدم في المرشي وما يقولوا السوق الاسبوعيه عادي جدا في السوق الاسبوعيه يشرفني. ولكن علاش صحيح هو يكون المكان الطبيعي بتاعي انه في البلاتوات في كل خاطر من حقل 89 من عام 89 ليومنا هذا انا نخدم في المجال بتاعنا من الحقل الثقافي. ولكن خلينا نفهم ونكونوا ما عادش نجموا نحكيوا على فن في تونس اذا نحن ما عندناش قانون فنان يحمينا. ايش معناها؟
على خاطر للاسف نحن المسرحي خاصة المسرحي واعي جدا باش قاعد نقول اسمه عندنا نتحصلوا على بطاقة مهنية للاحتراف. ايش معناها بطاقة مهنية؟ راهي ماهيش بطاقة فنية. راه باش ناخذ البطاقة المهنية هذه للاحتراف يلزمك تكون أقل شيء عامل 10 سنين ما بين تربصات وما بين مسرحيات محترفة. والهاوي باش يوصل يعمل يشارك في أعمال محترفة لازم يكون عنده علاقات ولازم شافوه في الهواية ولازم عمل تربصات معناها سنين من عمر. نخدموا نحن ناخذوا بطاقة المهنية للاحتراف. بطاقة المهنية للاحتراف في القانون التونسي باش تتحصل عليها لازمك تعمل تصريح على الشرف انك تكون متفرغ تماما لهذه المهنة. معناه إذا أنا نخدم في مكان خلاف المكان بتاعي الطبيعي على خاطر هي الدولة بيدها مساهمة في هذا. دولتي جوعتني دولتي ونتمنى أن الخطاب هذا يوصل لدولة ما نحكي ولا دولة قانون ولا تو ما نحكيو هكا ولا القانون ياخذ مجراه سيد الرئيس قيس سعيد ولا صحيح. انا كدولتي تعطيني نمارس القانون بتاعي انا نعمل تصريح على شرف اني لا اعمل غير هذه المهنه. ولكن في المقابل نلقى دولتي هي بيدها اللي مجوعتني ليست موفرت لي قيم العيش. كلمه موجعه جدا قلتها رمزي توا دولتي مجوعتني. وزارة الثقافة ما تفاعلتش معاك في لا شوف وزارة الثقافة شنو تتعامل. انا نفسر لك كيفاش قاعدة تتعامل مع المسرحيين لظروف تعبة تبعث له منحة ظرفية ويبقوا يحاسبوا فيه قداش خذيت انت ما خذيت عملناه الكذا. انا خذيت 7000 دينار في 2022 خذيت 7000 دينار مقسمين بمنح ظرفية. اسكو هذا تتصوروا انه حل؟ اسكو انت تعرف انت قداش عنا من بطاقة احتراف نحن المتفرغين ولا قداش؟ اي سيدي نجي نحسبهم لك. نحن عندنا بالضبط بطاقات الاحتراف بالاساتذه بالمتوفين بالاساتذه اللي يشرفونا واللي نتعاملوا معاهم ويعلموا فينا كالزم. نحن الكل بالضبط 1400 بطاقة. 1400 بطاقة نحن منهم 300 متوفين ومتقاعدين. خلاف انه نحن معناه المتفرغين عدد قليل جدا في هذا المجال. اسكو الوزارة سامحني انت تعطيني بطاقة مهنية راهو جودي بيان راه مهنية لازم خلينا نثبتوها الحكاية هذه. تقول لي بطاقة مهنية وتكون متفرغ لهذا العمل. اي يا دولة انت وينك من بعد انا كي ما نخدمش. شنو يقترح اليوم رمزي سليم؟ شنو يقترح شنو الحاجه ربما اللي ولا الثنيه ولا المسار اللي يحفظ اليوم كرامه الفنان ويخليه يعيش؟ الحكايه راهي ماهيش انا شخصيا مش رمزي سليم ولكن خاطر احنا نحكي معك انا عندي زميلي صبري جندوبي ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. وديجا متواجد تو في المستشفى ومهدد انه ساقيه باش تصير له عمليه انه ساقيه تتقص. ولكن وهذا كلام يوجعني اللي هو رفيقي وصديقي معناها حبيبي صبري جندوبي نلقاه نسمع نفس الحكايه في الوضعيه. اسكو وين هالوزاره من هذا؟ علاش تعمل لنا في التصريح على شرف انه ما نخدموا حتى خدمه اخرى؟ علاش تغرم فيا؟ علاش تقول لي راني ممن بيك ونعطيك بطاقه مهنيه ماهيش بطاقه فنيه؟ ديما نعاود ونرجع نقول لانه نخدموا في الخدمه هذه. علاش وانا بعد نلقى روحي مانيش متواجد اني نخدم؟ علاش مانيش نخدم في اختصاصي؟ فما قانون من 63 علاش ما ينجمش يتم تفعيله اللي هو لي دو تيير محترفين سواء في التلفزه ولا في السينما ولا في المسرح. علاش ما يتمش الاستجابه لطلبات النقابه؟ علاش التفريق؟ علاش انسان يقرا في المعهد العالي للفن المسرحي يعطي عمره كامل للفن يلقى روحه مهدد غدوه ينجم يخدم ونجم ما يخدمش؟ علاش بعد ما قرا هذاك الكل؟ به رمزي كان فما جديد في هالوضعيه هذه ما نعرفش اذا اتصلوا بك ربما الوزاره اطراف نقابيه لانه الحاجه الوحيده انه مشكوره نقابه الاساسيه للمهن الدراميه اللي تابعه الاتحاد التونسي للشغل عملت تحرك هبطت ارتيكل معناها هبطت بيان
ولكن من وزاره الثقافه للاسف انا لا كان قابلت رئيس ديوان بيد وتقال لي رمزي يعمل خدمه اخرى. رئيس ديوان قال لك هكا؟ تكستو. نعم. شو باش نقول انا، والله ما لقيت حتى تعليق، يعني بصراحه ما لقيت حتى تعليق. رئيس ديوان ومديره اخرى في مجال اخر في وزاره الثقافه قالت لي اعمل حاجه اخرى، شيء ما كفي تصريح على الشرف. اي معناها نزيد تشجعوني باش نخالف القانون. هاي به رمزي، ان شاء الله الوضعيه هذه انا والله نتمنى من كل قلبي، وايش وضعيه خاصه بك انت اليوم، نحكي راه على وضعيه نتاع الفنانين، وضعيه خاصه بالمسرح. شوف انا مانيش في وضعيه زعما راني نسخت. لا لطف عليك بالعكس. لا نخدم. انا نخدم اليوم حمال، غدوه تنجم تلقاني نخدم في اي حاجه اخرى باش نجم نتحمل مسؤوليه عائلتي. هذا هو وهذه مسؤوليه. انت توا معناتها يعني تحكي على وضعيه اللي انا متاكد، انا نعرف جيدا متاكد اللي هي وضعيه متاع اغلب المسرحيين، باش ما نقولش الكل المتفرغين خاصه، واللي وللاسف نلقاو يعني اسماء كبيره، ناس عندها تاريخها وعندها اعمالها والناس تعرفها، يعني ما تلقاش ولا حتى ربع اعتراف من الدوله. انا نجم نكون انا الوحيد السينمائي اللي انا عندي اكثر اعمال سينمائيه، ولكن الدوله هذه ما دائما متنكره الجميل، وقد ما تعمل وقد ما تخدم وقد ما توفر الثقافه التونسيه راهي ما تتلفتلكش. راهو ما نجموش نلوموا على ناس قاعده تخمم انا باش تحرق من البلاد هذه. به رمزي، السنة ان شاء الله عندك طلالة في التلفزة في السينما، عندك اعمال تم اقتراحها؟ عندي دور صغير عملته في مسلسل معاوي. في اعمال في رمضان ما فماش، على خاطر بحكم الله اعلم والكاسين كيفاش ولا يصير. نحن نخدموا في المجال هذا عنا سنين، مساكن الاساتذه واللي متكونه في المجال هذيك هاويني قاعده البنك شاده تتفرج، والاسماء الكبيره والفنانين اللي يحبوهم التوانسه هم قاعدين يتفرجوا في شكون قاعدين يخدموا الله اعلم، بحكم ولات علاقات للاسف. دونك خلينا المجال، هلا نخدموا في حاجات اخرين، خلينا نشوف وين باش يوصلونا بالحاله هذه معناها. ان شاء الله موافق رمزي سليم. وانا حاضرين معايا معناتها اصدقائنا في البرنامج حسن لاشب، انيس الخشيمي، وهدير المرابط، كانوا يسمعوا بك ويسلموا عليك برشا رمزي سليم. كلمة تحب توجهها للناس اللي تبع فيك، لجمهورك زاد رمزي، اللي يسأل عليك زاد ويسأل على أحوالك، كلمة. أنا راني ما بطلتش الفن. موجود. نحضر في عمل جديد أدوميسيل. عندك فكرة أكيد حبوب أنت والمعهد العالي فن المسرح، ايش معناه تياتر أدوميسيل طبعا. اسمه العمل اسمه بالموصل. ان شاء الله مونودرام ينجم يتلعب في اي فضاء خلاف المسرح. هذا واحد. اثنين، الكلمه اللي نوجهها لوزاره الثقافه، يا اما تفيق وتتفقد الفنانين التوانسه ونعملوا قانون فنان، يا اما سكروا علينا الوزاره ذي وخلوا الرداء اداره توجيهيه فقط. شكرا ليك الفنان. على خاطر راهو شوف فما حاجه اخرى، والمسؤولين اللي مسؤولين في الداف بالله كي المسرحيين يصبوا فاتورات العروض بجاه ربي لا تقعدوا بها من 6 شهور ب8 شهور. راه فما ناس تعيش من المهنه هذه. احترموا رواحكم. هذا هو. شكرا ليك الفنان رمزي سليم، تحياتنا الكبيره ليك ولي أفراد عائلتك، زاد سلم عليهم، وتحية كبيرة ليك. إن شاء الله فترة وتمر. ولكن رمزي سليم قال برشا كلام بالحقيقة يوجع، راهو في الحقيقة يوجع لما يقول دولتي جوعتني وتبعتني وتعبتني، لما يقول وزارة الثقافة تعطي في منح ظرفية، وهذا ماهوش حل، لأنه فعلا ماهوش حل، خاصة الفنانين المتفرغين، لأن نربطوهم بطاقة مهنية وأنهم ما يخدموش خدمة أخرى، وفي نفس الوقت نطلبوا منهم يعني أنهم يعيشوا باش يعيشوا الله أعلم. معناتها لما يقول دولة تنكر الجميل، يعني نحكيوا على مش على رمزي سليم فقط، نحكيوا على برشا فنانين ومبدعين، أسماء كبيرة
كبيرة اليوم قاعدة تعيش في وضعية ما تليقش بالفنان وما تليقش بالإنسان. هذا ما جاء في حوارنا مع الفنان رمزي سليم. طبعا وزارة الشؤون الثقافية كل خطوط مفتوحة للتدخل للتوضيح لتعقيب حق الرد مكفول لهم بطبيعة الحال. نحب نرحب بزملائي في اللمة وناس التحقوا بينا ناس اللمة، حسن الأشهب، أنيس تخشيمي وهدير نمرابط. حسن مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سوف القصة كي خاطر كنت نسمع في سليم خاطر ما همش ديزونت نيجاتيف على قد ما هم حاجات تشحنك باش تيان في قورة والوضع كارثي نوعا ما. بلي باش جوست باش تو التقديم وكذا تجاوزناه جوست باش نقول يا اخي شنو معناها فنان بدوام كامل؟ معناه انه مواطن متفرغ تماما للفن اللي يمارس فيه. وفي اغلب الاحيان تكون يا اما مسرح يا اما سينما. خاطر نجيو الممثل يخدم في المسرح بروفيسيونيل عنده البطاقه اجا ياسي فنان، او عندك مسرحيه كرياسيون كاشي دو كرياسيون نحطوه في الباب العالي 3 ملايين باهي، ونعطيوها احنا على العرض قداش 120 150 200 دينار. تحضر المسرحيه في 6 شهور. هكا الكاشي دو كرياسيون شبيه وفاء. شوف البرمجه نتاع العروض، الوزاره كيفاش تبرمج في العروض حتى تلقاه عرض. العرض اللي بعد تنجم تقول شهر شهرين هي كيفاش باش يعيش هو بكل 150. بالحق كارثه انك تجي لواحد تقول له راك انت تو باش تشتغل في مجال الفن، يحفظ له ماء وجهه على القليل. فما قوله لتو ما ننساهاش في نقاش حول قانون الفنان في الماجستيك نتذكروا كيما تو. فما راجل شاب زار وقال ايه عادش بيو برا جاع. مو الفن يولد من رحم الابداع، من رحم المعاناه. شنو هو؟ معناه نجوع باش نعمل فن، معناه نموت شر اولادي يجوعوا، ما نلبسش بالباهي، ما ناكلش بالباهي، ما نحوسش بالباهي، ندفن في سبيل اني نعاني باش نوصل للسيد هذاك فن يجي يتفرج فيه بلاش ويروح، ونبقى انا نعاني على مدار العام. بالحق لازم يشوفوا كما قال سليم لازم يوقفوا. انيس مرحبا بك. انيس مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دخلت هكا نسمع في الحوار نتاع رمزي سليم، لكن بصراحة أنا كي نجي نشوف رئيس ديوان في وزارة الثقافة يطلب من فنان إنه يبدل الدومين ويشوف حاجة أخرى، ونجي نشوف معناها المرض في الخلاص اللي مرضونا به باش يعطيو مستحقات الفنانين. الواحد معناها بصراحة أنا وحسن توا مين أنت أستاذ تبارك الله عليك فهمني، أنا وحسن زاد نعيشوا في الدومين المسرح هذايا معناها، ونوعا ما نعيشوا منه دومين المسرح هذايا. كي نجي نسمع كلام هكا من عدد من الفنانين، شفنا زاد الحلقة اللي فاتت معناها فتحي ميلاد شنو يحكي شنو يقول. بصراحة هي وضعية عامة هي وضعية عامة كما قال معناها نسكروها وزارة الثقافة، فقط نسكروها واحد يمشي يشوف حل لحياته وبلاش بيه الفن وبلاش بيه المسرح وبلاش بيه اللي نعملوا فيه، فقط هذا هو. هدير مرحبا بيك. هدير اهلا وسهلا. مرحبا بيك. مرحبا بحسن ونيس. الحق دخلنا داخله هكا شويه طاقه طايحه شويه بيصير السبا ونغد خاف والله غالب. اسمع مرآة عكس الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه زاد باش تفهم صدق المشاعر متى تعديت انه معناتها سبوع حسينا بها. دونك تولي ان شاء الله نلقاو حل لهذه المشاكل. نرجعوا نفكروا بالانترفيو اللي صار في اول الحلقه. يعطيك الصحه امين. شيخنا على انترفيو مع الاستاذ عيسى حراث. انا واحده من الناس الجمعه هذه كانت مليئه بالاحداث. مشيت بيرسونيلمون تفرجت في سبق الخير. تبارك الله تبارك الله. اي والله ضحكت. اسمع تفرجت فيه الكل وفي نفس الوقت يعني ما قسمتوش على جمعه والله الكل وطويل طويل ما في باليش طويل مي قعدت تفرجت فيه الكل وبالرسمي حاجه شخت عليها فريمون مانيفيك وننصح الناس الكل تمشي تتفرج. باهي حلو انا ما تفرجتش فيه الجمعه هذه. حلو مالا حلو انه هدير وما ندراك هدير. تفرجت في فيلم اخر على فكره زاده اي في اطار زاده ايفينمون ثقافي في الفاكولتي. جي سي نوري بوزيد صارت البروجيكسيون تاع فيلم عرايس طفل. فوالا دونك بطولة هند صبري ولطفي العبدلي. خدمة روح والله باهي تطور ملحوظ. خدمة روح الجمعة هذه بريمون هديرة. انيس كيف عديت الجمعة انت؟ انا عديت الجمعة نتبع في هديرة تتفرج في الافلام. قلت لك فيلم لاحظت حاجة، فيلم طويل برشا فيه ساعتين.
لا والله طويل برشا. تعبت انت ما تفرجت 3-4 دقائق. جمعة تعديت مزيانه. عسل شفت التقلبات الجويه. الحق ربي شيخ على التقلبات الجويه. انا راه عز حاجه شيخ عليها الفصل هذا الشيخ ديما على الشتاء وعلى البرد وعلى الامور الركسه هذه. لكن عدينا جمعه مزيانه برشا مليئه بالحب والحنان. اي وفيتها بارتي سينما زاد انت في الخدمه. هذه البارتي سينما عدينا فيلم شريك زاد الاطفال اللي نخدموا معاهم عملوا جو تبارك الله. معناها الساحه الفنيه حافله الحمد لله يا ربي. معناها وزاره الثقافه صبت الناس الفلوس تبارك الله. معرض الكتاب معرض الكتاب زاد معرض الكتاب غدوه يفتتح معرض الكتاب باش نمشيو الناس الكل معرض الكتاب نستناو فيه ان شاء الله. دونك غدوه افتتاح معرض الكتاب باهي ذكرت به. شفت ساعات تعمل حاجات باهيه. ساعات مش ديما ما بون ساعات تعمل حاجات باهيه. معرض الكتاب غدوه ان شاء الله الافتتاح نتاعو. نمشيو المعرض الكتاب يتواصل حتى 5 مارس. خارجين فاصل صغير وراجعين مع بعضنا لما مناسب باش نبداو اولى فقراتنا.